الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على النعمة المهداة والصراط المنير من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، نعوذ بالله أن نكون من أهل الضلال. أيها المؤمنون، نحن في العصر من الهجرة ذكرها الله عز وجل نصا في سورة الحج، وأقسم سبحانه وتعالى بأزمنة فيها، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للحجر؟ تعلمون ما معنى ذي حجر؟ ذي حجر أي ذي عقل. الآية هذه السورة هذه في مكة، فأراد الله عز وجل أن يذكرنا أن في مثل هذا الحال والمسلمون مستضعفون، والمسلمون منبوذون في المجتمع، والمسلمون في ضيق شديد، أنزل عليهم الله عز وجل هذه السورة. والفجر وقت، وليال عشر، عشر من ذي الحجة، والشفع والوتر أي كل شيء وتر أو زوج، والليل إذا يسر ظلام الشمس إن في ذلك لقسم، إن في ذلك حجة ودليل لكل ذي عقل. إن في ذلك قسم حجة. ثم يذكر الله عز وجل وجوبكم وجوبهم كامل، وغزة صراط المسلمين انصر لهم والمسلمين استنصر لهم وكذا وكذا. يذكر الله عز وجل أن كل قوة طاغية مهما طغت هي إلى زوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت محاصر في شعب مكة، وأنت إذا سجدت أمام الكعبة آتوا بسلال الجزور ووضعوه فوق رأسك، كانوا يريدون خنقك، وكانوا يريدون اغتيالك، وكانوا يعذبون أصحابك، وكانوا يشحون عليك حتى في الطعام، ويضعون في شعب من الجبال لا تجد فيها حتى ورق الشجر. شوف يا محمد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، عندهم عرس كبيرة، أعمدة كبيرة يقوون بها أبنيتهم فلا تنهزم أبدا حتى ولو قصفت بالحجارة. إرم ذات العماد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا صخور كبيرة، جبال كبيرة، فنحتوها، وكانوا يظنون أنهم في حماية بين الصخور فلا يدخل إليهم برد ولا عدو ولا شيء. وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد أي ذي الجنود والقوة. فرعون الذي كان عنده المال والجاه والخدم والحرس والجنود،
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد يوهد وليكم شوية شو تخافوش فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذه صعيبة تكتب. إن ربك لبالمرصاد. ثم يذكر الله عز وجل المؤمنين في تلك الحقبة ويدعوهم إلى التفكر والنظر. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. حاب يصحح له ربي الدنيا هذه ماهوش معناها بما عندك، الدنيا بما تعمل وبما تكون قريبا إلى الله عز وجل وليس بما تكسب. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ربي أعطاني الصواب. والله هذا ليس دليل توفيق، وإنما هو ابتلاء، وإنما هو امتحان لك، وإنما هو بلاء وزيادة أن تبتلى والعياذ بالله. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ما كاش تطعمون اليتيم هاك صدق، لا، تكرمون اليتيم أي تحسنون إلى اليتيم حتى في الصدقة، حتى في الإنفاق على اليتيم تحسنون تكرمونه، أي تحافظون على شرفه، تحافظون على ما يعتقد، تحافظون على همه وهمته، فلا يحس أنه إنما أهين. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. هذه الأشياء التي تخدع المجتمع، أكل مال اليتامى وأكل الميراث وكذلك عدم حتى الصدقة والمؤمن وأدب إليه، هذا كله مما يفسد. فإذا جاء وعد الله عز وجل تزعزعت تلك القيم وتزعزعت تلك الأشياء التي على خلاف مراد الله. جاء ربك وجيء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت من حياتي. مش يعني الدنيا، لا، عرفت ان الحياة حقيقية من حياتي. يا ليتني قدمت فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه. فمن الفائز؟ الذين قيل لهم ادخلوا الجنة. هذا هو الإسلام. يريدنا أن ننظر إلى العشر الأوائل من الحجة بهذا الشكل. إياكم أن تظنوا أيها المستضعفون في الأرض يا مسلمين أن التمكين وأن الدنيا تأتي بالمال وتأتي بالسلطان، إنما تأتي بالقرب من الله عز وجل. الخلافة في الأرض تكون بلا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثر فيها من التهليل والتكبير والتحميد. هذه العشر بهذا المعنى، هذا المنطق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه غفور رحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا إخوة لا إله، والله هذا القرآن لم يكن من أجل أن مثل هذا. جاء للنظر، جاء ليغير حياته. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أين الذكرى
والله لا يحاصرون إلا من أجل لا إله إلا الله. هي أرض الرباط، هي أرض الجهاد، هي أرض الأنبياء، هي أرض الأنبياء صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء. هي أرض عرج بها وعرج بها إلى السماء. فهذا الكلام عن لا إله إلا الله عشان الحياة عشان أوائل الكتابة يجب أن نفكر تفكيرا أعظم. نحن نمشي الحسنات والأجر، لكن إذا من قام منه أن ينزل وأن يجب فوق الموت. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. هناك توبة مجتمعية. إذا بقينا نشوفوا العياذ بالله المخدرات تاكل في بلادنا، ونشوف العري يزيد في بلادنا، ونشوف العياذ بالله في الربا ينخر في أرزاقنا، ونشوف العياذ بالله في الناس تفسد وكذا وكذا، ثم نسكت ثم نسكت أيها الإخوة الكرام ونرضى عن ما يقع لإخواننا، ثم نسكت ولا نتعلم الحياة وأن هذا التوبة الجماعية يجب المؤمنين والمصالحين أفضل بلادنا أفضل الحسنى نحب بعضنا نرجو بعضنا. أليس الله والرزاق، أليس الله عز وجل يمسكون على أنفسهم ومن كان من خطاطة هو الرزاق السماوات والأرض. إذا الإخوة الكرام لا بد أن نجدد أنفسنا، نعم على مستوى المحافظة على أعراضنا، نحافظ على تنظيمها. نجد واحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لله الحمد. السنة التي تظهر في ذلكها لا يعلم ولا يعلم في قلبه شيء يذكر قدره وجعله لا اله الا الله. اللهم عافنا فيما قضيت وتولنا فيما توليت واحفظنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم تقبل من طاعتك. اللهم اهدنا في نور الايمان يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم تقبل شهدائنا يا رب العالمين. اللهم يا رب يحيي انك لا اله الا الله يا رب العالمين. اللهم صل يا رب العالمين في هذه الساعه المباركه ان تنصر اخواننا وتقبلهم في الشهداء وان ترزقهم يا رب العالمين وان تكرمهم يا رب العالمين وان تباركهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن يريدك يا رب العالمين. اللهم يا رب والمعين فلا معين الا انت. اللهم اعينهم يا رب العالمين. اللهم يا رب احمي غزة يا رب العالمين وأكناف بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم إنهم يذهبون إلى بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم فد المؤمنين يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل أن تقينا الفتن ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين. اللهم يا رب أمرك لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إبرام رشد يعز فيه وليه ويذل فيه عدوك يا رب العالمين. اللهم احمي الجزائر
يا رب العالمين. اللهم احميها بطاعتك يا رب العالمين. اللهم ردها يا رب ورد شبابها وبناتها إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم صل يا ارحم الراحمين ان تكن عنها الصبور يا رب العالمين. اللهم صل يا ذا الجلال ان ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب عدد يقرب طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا العيد يا رب العالمين ونحن على فرح ورضا يا رب العالمين. اللهم بلغنا العيد وقد زدنا الأجر يا رب العالمين. اللهم بلغنا العيد وقد تغيرنا في أنفسنا وفي مجتمعنا يا رب العالمين. اللهم يا رب إنك تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم الرد عليك يا رب العالمين. اللهم أمنا الله وسلم. اللهم اللهم أعطنا شر أمان من يده يا رب العالمين. اللهم اغفر يا رب العالمين. يا رب العالمين ولا تجعل في قلوبنا فتنة بما آمنوا يا رب العالمين. اللهم اصلح وللمسلمين جميعا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على النعمة المهداة والسراج المنير من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعوذ بالله أن نكون من أهل الضلال. أيها المؤمنون، نحن في العشر من ذي الحجة ذكرها الله عز وجل نصا في سورة الفجر، وأقسم سبحانه وتعالى بأزمنة فيها فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. أتعلمون ما معنى ذي حجر؟ ذي حجر أي ذي عقل. الآية هذه والسورة هذه نزلت في مكة، فأراد الله عز وجل أن يذكرنا أن في مثل هذا الحال والمسلمون مستضعفون والمسلمون مكبوذون في المجتمع والمسلمون في ضيق شديد، أنزل عليهم الله عز وجل هذه السورة. والفجر وقت وليال عشر من ذي الحجة، والشفع والوتر أي كل شيء وتر أو زوج، والليل إذا ليل ظلام الشمس. إن في ذلك لقسم، إن في ذلك حجة ودليل لكل ذي عقل. إن في ذلك ثم يذكر الله عز وجل هم كامل وبالزهراء ومسلم ومسررهم ومسلم استنصرارهم وكذا وكذا. يذكر الله عز وجل أن كل قوة طاغية مهما ضغط
هي إلى زوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت محاصر في شعب مكة، وأنت إذا سجدت أمام الكعبة أتوا بسلال الجزور ووضعوه فوق رأسك، كانوا يريدون خلقك وكانوا يريدون قتالك وكانوا يعذبون أصحابك وكانوا يشقون عليك حتى في الطعام ويضعون في شعب من الجبال لا تجد فيها حتى ورق الشجر. شوف يا محمد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. عندما أرض كبيرة نعمة كبيرة يقوون بها أبنيتهم فلا تنهزم أبدا حتى ولو قصفت بالحجارة. إرم ذات العماد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جاءوا صخور كبيرة جبال كبيرة